بالأستانة. هلا هيك بدك تضل داحش لي راسك بهالكتاب يا مولانا؟ يعني على الاقل حساب حساب لهالقردة اللي سهرانه معك. الحق معك يا أفكات، بس الحقيقة أنا عم بقرأ كتاب عظيم جدا لمؤلف كبير. ومنو هالمؤلف الكبير يلي فضلته عني؟ لا مو قصة فضلته عنك، بس هالمؤلف هاد عم يبحث بالحضارة ما قبل التاريخ، وعم يعطينا. اي انعطلتش على خلقته ان شاء الله، قال ما قبل التاريخ. ليكو على هالكذب ليكو، ان احنا ما بنعرف شو صار معنا امبارح لحتى حضرته يجي ويقلنا ما قبل التاريخ. إيه بس هذا علامة تاريخي كبير بلا عالمة بلا علامة، يعني كل هالقد شايفيننا جدبان لحتى نصدقهم؟ بالمختصر هدول بدهم يشحدوا كم مجيدي وكم ذهبة رشادية عن طريق هالكتب السخيفة. لا لا يا أفكات، لا تغلطي. هالكتب هي بعت لي إياها السلطان واعتبرها أنفس هدية بزمانه هذا. ليكو التاني على هالهدايا البايخة ليكو، يعني لو بعت لك شوية ذهب وفر وجلد إلك ولمرتك مو كان أحسن من هالتهريج الناشف وهالسخافة؟ يا أفكات، هي مو سخافة، هي ثقافة. وبصراحة أنا هالكتاب عجبني كتير، ولازم كافئ المؤلف تبعه. كافة رصاص يرصه، يعني هو بشخبير ونحن بندفع له. وين صارت هي؟ شو هو رقاصة لحتى تكرمه؟ يا أفكات، يا أفكات، إيه نحن عم ندفع للرقاصات مثل ما قلتي ما فتح ورزق. بقى شو عليه إذا هلا لا تفتح لي كيسك وخليك شانقه، يعني قسما بالله يا خسرة إذا بدرة إنك دفعت لهالمحتال هاد مجيدي واحد ما تلوم إلا نفسك. عال والله رزق الهبل على المجانين. ما بيصير ما ادفع له يا أفكات. بعدين بيقولوا عني بالإضافة لأنه عدو العلم، بيقولوا عني بخيل وشحيح. تنقال قوالهم إلهي يقولوا لحتى يشبعوا. أصلا وينك؟ أنا إلي معك كلام إله أول ما له آخر. وشو هو بقى؟ إنه منين عم تجيك نوبات هالكرم مالي عرفانة. ولك يا حبيبتي يا روحي، انت ليش عامل السلم بالعرض؟ طالع من عبك شيء؟ كلها من أموال الخزينة العامة. وليش ما عم تفصل لي مفتاح تاني للخزينة؟ لأنه الخزينة هي عبارة عن بيت مال، وهالبيت بدي مفتاح لهالبيت، فهمت؟ لك هذا مو مالي أفكات، هذا مال الناس. شوف خسرو، أنا مالي ولد صغير لحتى تضحك علي، يعني مثل ما عم تعطي الناس بدك تعطيني. لك يخرب بيتك وبيت بيتك، أنا مرتك، يعني لازم تفضلني على كل الخلق والعالم، مو تبخل علي. صحيح مرتي، بس انت ما عندك إبداع حتى أكرمك، وما أنجزتي اختراع حتى كافئك. يعني هذا المؤلف تبعك اللي شخبر له كلمتين أحسن مني؟ لا بس يا عيب الشوم عليك، شو انك اناني. صدقني هديك المرة ضربت ايدي على صندوقي مشان اخذ مصاري واشتري بيت للرقاصة تبعي، قمت ما لقيت. يا لطيف شو انخزيت قدامها، حسيت الارض لازم تنشق على الفور وتبلعك. تبلعني أنا؟ إيه طبعا، لانك انت السبب، يعني لازم تحط بين ايدي مصاري كتير لانه قيمتي من قيمتك. أفكات، انت قلي لي شو لازمك وأنا بتكفل بالدفع. ايه صحيح صدقتك. قال يعني انت شايفني ومالك مصدق. بس يا حسرة علي شو معترة، الدلال كله لحبيبة القلب نازلي، والذهب والجواهر الكربوجة نازلي، والمصاري والعز لمعشوقة الفؤاد نازلي، بس أفكات مالا إلا التوافه والسخافات. ليش نسيتي شو جبت لك الجمعة الماضية؟ أولا اشتريت لك بيت لصانعة أمك ومودة خانو، وفتحت لك دكانة ومطعم لعمك جوز أمك زياد بيك، وأخذت لك أرض بالغزلانية لعمتك مكرم خانو، بالإضافة لمصروفك الشخصي ولبسك وبهنكتك وفنجرتك. بقى شو بدك أحسن من هيك أفكات؟ كل هالكلام ما بفوت بمخي،
لأنه أنت صاير تتكارم على الناس بطعمة وبلا طعمة. وإذا ضليت على هالحالة أنا بدي أطلب من السلطان يعمل حجر عليك يا سفيه ويكف يدك حتى ما يصيبك نوبات الكرم. يا ستي نوبات كرمي عم تروح للناس المستاهلة، يعني يا للدراويش يا للعلماء يا للمشايخ. وأنا شو شايفني بنظرك، درويشة ولا عالمة ولا شيخات لشوف؟ لا يا ستي انت كل هدول. حاجة بقى بلا مسخرة، ومناولني 200 ذهبة لأنه عندي هدية عرس لبنت أختي صفيناز. تكرم عينك، على عيني وراسي، تأمري أمر.